كنت في بيتي منبوذ بسببك. آخر حاجة كنت أفكر فيها إني أتقارن ببنت زيك، وكان لازم أكسرك. هاي، عاملين إيه يا أحلى وأجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم حلقة جديدة من حكاية مجنون المديرة. وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في حلقة النهاردة. وعدى يوم ساندي بسلام، وروحت بيتها وهي مقررة ان هي مش هتروح المكان ده تاني ابدا. وفضلت حياتها ماشية بروتينية عادية لحد ما وصلت اخر الاسبوع ودخلت عليها صاحبتها مريم. ايه مالك يا مريم، انت عايزة حاجة؟ بصراحة عايزة اسألك عن المعجب الولهان. اطلعي برا يا مريم، مش فاضية للكلام ده. لا، مش هطلع غير لما تحكيلي كل حاجة وتقولي لي روحتي تاني ولا لا. ها؟ لا يا مريم، ما روحتش، وتفضلي يلا علشان تخلصي شغلك، ورانا حاجات كتيرة لازم تخلص. لا، مش هخرج غير لما تقوليلي ليه بطلتي تروحي. خايفة من ايه؟ خايفة من ايه يا ساندي؟ اوه، ولا خايفة ولا بتاع، بس مش فاضية ادخل في حاجة تافهة زي ديت. لا يا ساندي، انا عارفاكي كويس، انتي خايفة. مريم، بلا مريم بلا بتاع. انتي من اخر مرة واحنا في الكلية وانتي خايفة تدخلي في اي علاقة ايا كانت، وده مش حلو لصحتك على فكرة. طيب يا مريم، روحي خلصي اللي وراكي وبعدين نبقى نتكلم. خلاص، وانا موافقة، بس على شرط تعزميني على الغدا ونتكلم، علشان مش عايزة اعمل اكل النهاردة بصراحة. يلا بقى علشان عندي شغل كتير وانتي معطلاني. يوه. وسابتها مريم ومشيت، وسابتها وهي قاعدة تفكر وتفتكر وجعها اللي صاحبتها حطت ايدها عليه دلوقتي، وفتحت جرح كانت فكرت ان هي نسيته علشان ترجع بذكرياتها لآخر يوم في الجامعة. انت هتسيبني بجد؟ يا سندي، انت عارفة اني بحبك، بس اعمل ايه؟ اهلي معترضين. معترضين؟ معترضين على ايه يا مصطفى؟ انت عارفة العداوة اللي بين اهلنا. وانت كمان كنت عارف العداوة ديت؟ ايوه، كنت عارف، بس كنت فاكر اني هقدر اقنعه، بس بابا رفض، وانا مش هينفع ارفض ليه طلب يا ساندي. بس يا مصطفى، انت وعدتني ان انت عمرك ما هتسيبني، وان انت هتقنع باباك. وبقولك يا ساندي ان انا حاولت اقنعه وهو رفض، اعمل لك ايه يعني؟ يا مصطفى، انت عمر ما باباك رفض لك حاجة، اشمعنى الطلب ده؟ يوه، ما انا قلتلك يا ساندي، انت عارفة العداوة اللي بين اهلنا من زمان عاملة ازاي. ايه ما بتفهميش؟ اعملك ايه يعني؟ وبعدين اصلا انا ما بتجوزش واحدة كنت ماشي معاها. هي حصلت تقولي انا كده يا مصطفى؟ طيب انا اللي اتقالي فعلا صح، ان انت مش قد كلمتك، وكمان انا متأكدة ان باباك عمره ما هيرفض لك طلب، بس شكلك انت اللي زهقت وكنت بتضحك عليا طول الوقت اللي فات باسم الحب، وانك هتقف قدام اهلك علشان حبنا يكمل. صح ولا غلط؟ مش هو ده كلامك؟ رد عليا. لا، وعلى ايه؟ ترد عليا وتقولي ان انت عملت فيا كده ليه وعايز تكسر قلبي وتكسرني معاه؟ ايوه عايز اكسرك يا ساندي، عمري ما حبيتك، انا مش بعمل حاجة في حياتي غير اني بكرهك. كنت دايما البنت المثالية، حتى بابا اللي بيكره ابوكي كان بيعايرني بيكي. شوف قد ايه ساندي البنت الشاطرة وواقفة جنب ابوها ما بتسيبوش لحظة. ساندي 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 قد ايه مثالية جميلة متفوقة والأولى على الدفعة. كل ده كان كفاية ان اكرهك. كنت في بيتي منبوذ بسببك. اخر حاجة كنت افكر فيها اني اتقارن ببنت زيك، وكان لازم اكسرك. رسمت عليكي ان انا بحبك وهتجوزك علشان تتعلقي بيا، علشان انتقم منك يا ساندي، وانتقم من اليوم اللي اتولدت فيه علشان بس يتقالي ان ساندي احسن مني. ما صدقتش ساندي كل اللي سمعته، كانت دموعها سبق اي كلمة هي عايزة تقولها. فضلت تفكر هي عملت ايه في حياتها علشان يكون اول حب ليها حب الشخص زي ده، اتجمع كره العالم كله في قلبه ليها. مسحت دموعها وبصت له بحقارة وسابته وراها ومشيت. مش هتديله حتى فرصة ان هو يشوف كسرتها، لكن في الحقيقة هي اتكسرت للحتت هي مش هتقدر تداويها في يوم من الأيام. مش مصدقة يا مريم، لا قعدت أحبه 4 سنين يعمل فيا أنا كده ليه؟ أنا محبتش حد في حياتي قده. خلاص يا ساندي، علشان خاطري أنا ياما حذرتك منه، وده كان شيء متوقع منه. ما تزعليش علشان واحد ما يستاهلكيش. ما زعلش ازاي يا مريم؟ دول 4 سنين، 4 سنين غش وكذب
وحقد. كان بيرسم معايا بيت الأحلام، وكل حاجة تمنيتها وتخيلتها في حياتي رسمتها معاه هو. وتقوليلي ما زعلش على عمر ضاع ولا عمر جاي هعيشه بجروح؟ ازاي بتقولي كده يا مريم؟ ازاي بتقولي كده يا ساندي؟ يا ساندي يا حبيبتي، انا زعلانه عليكي، زعلانه ان انا اشوفك كده علشان واحد ما يستاهلش، زعلانه على الحزن اللي في عينيكي. ده واحد عمل كل ده علشان بس بيكرهك، علشان عايز يشوفك مكسوره، وانتي بكل سهوله كده بتقدمي له اللي هو عايزه. بتكسري نفسك يا ساندي. قومي، انا عمري ما شفتك ضعيفة ولا هتكوني ضعيفة طول ما انا معاكي. قومي وفوقي يا ساندي، فوقي من كل اللي انت بتعمليه في نفسك ده واحد ما يستاهلكيش وما يستاهلش دمعة واحدة بس تنزل من عينك علشانه، او حتى على ايام هو كدب فيها معاكي. علشان خاطري يا ساندي، كفاية كفاية يا ساندي. تعالوا اقول لكم مين هي مريم. مريم هي صاحبة ساندي من وهم صغيرين. هي مش بس صاحبتها، لا، هي اكتر من اختها. اتجوزت من قريب من صديق الطفولة بتاعها، وهي اللي ساعدت ساندي علشان يفتحوا الشركة، فتحوها مع بعض. هي السند والدعم الدايم لساندي، وبتحب ساندي أكتر ما بتحب نفسها. وبعد ما ساندي افتكرت كل ده وهي دموعها مجرقة وشها، فضلت تعيط على ذكرى عدى عليها سنين، لكن موتتها وخلتها تكره الحب وتكره الرجالة وتكره كل راجل بيكسر البنت تحت مسمى الحب. ومسحت دموعها بسرعة قبل ما مريم ما تشوفها وهي داخله لها. يلا يا ستي، انا خلصت شغل علشان الغدا. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في حلقة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.